النهارده هنشتغل على ايه؟ النهارده هنركز على ابرز الحاجات اللي ممكن تجيلنا في الامتحان بتاع سنه 5 اي سي تي ترم تاني. اول حاجه هنركز عليها ده كانت شغاله فين؟ كانت شغاله في شيكاغو. كانت شغاله ايه؟ كانت شغاله ده. طبعا اللي يهمني في ده قوي ان هي اكتشفت حاجه بتسمى مين؟ حاجه بتسمى الديربي تراكر. ده بيعمل ايه يا مستر؟ ده بيجمع. هي كانت في المشكله اللي حصلت، وكان في حاجه بتسمى البي بي اي. ايه هي البي بي اي؟ البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنتس، زي الجلافز، زي الحاجات التانية. فاخترعت حاجه بتلم مين؟ المخلفات، بتسمى الديربي تراكر. ايه الديربي تراكر ده؟ الديربي تراكر ده عباره عن ابلكيشن بيعرف المخلفات اللي موجوده فين. بيعرفها عن طريق حاجتين: اللوكيشن، المكان، والتايب بتاعها. التايب بتاعها يعني ايه؟ بيبر، بلاستيك، طبعا الناحيه الطبيه، تبع الناحيه كذا. الديربي تراكر ده ممكن ننزله ايه؟ بننزله ببلاش، موجوده على جوجل بلاي، او موجوده فري ابلكيشن، ممكن تنزله عندك. طبعا الديربي تراكر بيربط الحاجه بمين؟ بيربط الحاجه بالجي بي اس. طيب، اللي بعده عندي حاجه بتسمى السوشيال ريسبونسابيلتي. ايه هي السوشيال ريسبونسابيلتي؟ السوشيال ريسبونسابيلتي هي المسؤوليه اللي عليك انت. يعني حضرتك مثلا المفترض تطور حاجه، تشتغل على حاجه، ففي حاجه تسمى سوشيال ريسبونسابيلتيز، اللي هي متعلقه بالحاجه اللي انت في المجتمع اللي انت عايش فيه المفروض تعملها. من ابرز الحاجات اللي عندنا وهي جو جرين. طب جو جرين ده هي مبادره معموله تبع مين؟ تبع السوشيال ريسبونسابيلتيز. طب الجو جرين ده هي متعلقه بانهي ايشوز؟ متعلقه بانهي امور؟ متعلقه بالانفيرمنتال ايشوز. طيب، كمان عندنا حاجه بتسمى الديجيتال سيتيزنشيب. الديجيتال سيتيزنشيب اللي هي المقصود بها المواطن الرقمي. المواطن الرقمي المفترض يكون ليه حاجات وعليه حاجات. يعني ليه رايتس، حقوق، وعليه ريسبونسابيلتيز، واجبات. من ابرز الحاجات الرايتس ليه انه يخش على النت، برايفسي، الخصوصيه بتاعته، ان بروتكتيم فروم برايسي. ففي حاجتين عندنا، في حاجه اسمها برايفسي وفي حاجه اسمها برايسي. البرايفسي دي المقصود بها الخصوصيه. البرايفسي المقصود البرايسي دي مقصود بيها القرصنه. يبقى دي القرصنه ودي الخصوصيه. طب القرصنه دي يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك حد بيبيع حاجه مش ملكه على النت، زي ممكن يعمل شير لفيديو، او ممكن يعمل داونلود لفيديو، او اي حاجه بتكون ليها كوبي رايت ياخدها بدون ما يكلم الاونر بتاعها. طيب، انا عندي الريسبونسابيلتي. طبعا الريسبونسابيلتي ان حضرتك تحترم الرايتس بتاعت الناس، تحترم البرايفسي بتاعتهم، تبعد عن البرايسي، تحترم البرايفسي، وهكذا. تكلم الناس بشكل محترم، ديتيكال واي، وهكذا. في حاجه بتسمى السوشيال ريسبونسابيلتي. ايه السوشيال ريسبونسابيلتي؟ وانت موجود على النت المفترض تبقى محترم، تشتغل مع الناس بشكل جيد. ومن ابرز الحاجات اللي ممكن تجي لنا يا مستر ان السوشيال ريسبونسابيلتي دي المسؤوليه بتاعتي في حاجتين رئيسيتين، اللي هي او كذا حاجه مش حاجتين رئيسيتين، زي مثلا الكلايميت تشينج، التغير المناخي، فايتنج بوليوشن اللي هي محاربه التلوث، امبروفنج هيلث، زياده الصحه، او الاهتمام بالصحه والحاجات اللي زي كده. دي كلها تعتبر سوشيال ريسبونسابيلتيز. كمان عندي حاجه مهمه جدا بتسمى ايه؟ لو انا موجود على حاجه ولقيت ان موقع او سايت بينشر حاجات كذب، فالمفترض ما بعملوش شير وبعمل ستوب فيزيتنج ذيس سايت. من ابرز الحاجات اللي بتجي لي عندي حاجه بتسمى سي ار اس او سي اس ار. ايه السي اس ار؟ السي اس ار مقصود بيها كوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي. طب ايه هي دي؟ ان الكومبانيز او الشركات بيكون عليها دور في المجتمع اللي هي شغاله فيه. فبتروح تعمل ايه؟ بتعمل بلان او بتعمل خطه ازاي تعمل بروفايد وتزود الحاجه اللي هم عايشين فيها. وده بيسمى كوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، السي اس ار. ده مهم، ده مهم. وساعات يجي لك في الامتحان يقول لك السي اس ار بيعبر عن ايه؟ تبقى عارف ان هو الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي. اللي بعد كده
وانت شغال على اونلاين لازم تبقى محترم. لو بتكلم مع واحد اكبر منك، تيتشر او شخص اكبر منك، لازم تكون بلايت، ما تقولش جوكس، لازم تحط له تايتل مستر وهكذا او مس وهكذا. لما بكلم حد من اول خطوات بعمل انتروديوس ليور سيلف، بعرف ناس عليا، بكون كلير. بي كلير يعني ايه؟ بي كلير بكون واضح. كمان لازم وانا شغال مع الناس، انا بكلم واحد صاحبي، ممكن تستخدم النيك نيم، ممكن تستخدم الفيرست نيم وتكلموا بيه، غير لما بتكلم مثلا حد كبير زي تيتشر. ممكن اكلم واحد بشكل كاجوال. كاجوال ده بالطريقه انها بنحب بعض، ده بيكون مين؟ ده بيكون متعلق بالشخص اللي هو فاميلي ممبر او حاجه او واحد صاحبك. طيب، النون فيربال كوميونيكيشن ايه هي يا مستر؟ يعني بتكلم واحد تكستنج. نوت فيربال يعني ما بتكلمش واحد صوت ولا فيديو، بتكلم واحد تكستنج، تبعت له رسائل. فبالتالي انت مش عارف تتواصل معاه، مش عارف التون بتاعته، مش عارف الاي كونتاكت، في الاخر انت مش عارف تتواصل معاه وتتكلم معاه بشكل جيد، وده بيعمل عمليه مس انتربريت، يعني ما بيفهمكش قوي. طيب، اما بتكلم مع واحد بكون بوزيتيف، اما بتكلم مع واحد ما بتكلمش بيه الكلام النيجاتيف، بتكلم بشكل، بكلم مع واحد اكون بتكلم معاه بالفاميليار ووردز، بالكلمات اللي بتكلم معاه مثلا حاسه ان انا بيسموه حواري، بتكلم معاه بشكل فيها وورم، عبارات فيها ترحيب، بتكلم معاه بالفاميليار ووردز. طيب، اما باجي استخدم ايموجي، طبعا الايموجي ده ما يفضلش تستخدمه في الفورمال سيتويشن، يعني اخرك ما بتستخدم حاجه بتستخدمها ممكن تستخدم فيها 1 او 2 بس، مش اكتر من كده. لكن لو بكلم واحد مثلا انا ما اعرفوش او واحد صاحبي قصدي، ممكن استخدم فيها الايموجي بشكل قوي. لما باجي اكلم واحد ببتدي دايما بالبوزيتيف فرازز او الجمل اللي بيسموها الجمل الترحيبيه، يعني هاو ار يو، اي هوب يو ويل، وهكذا. دايما وانا بتكلم بفرض الافضل وما بروحش للناحيه النيجاتيف. انا عندي الانفورميشن سايت، انا عندي يا مستر اسلام عندي تو اونلاين لايبريز مشهورين جدا، ايه هما؟ الاي دي ال والاي كي بي، الكسندريا ديجيتال لايبراري والايجيبشن نولوجي بانك. دول اشهر حاجتين موجودين في مين؟ في الاونلاين لايبراري، ده سؤال بيتكرر على طول جدا في الامتحان. تمام. طيب، الاي كي بي في ايه؟ في حاجات كتيره جدا، في ديكشنريز، في ارتكلز، في فيديوز، في فايلز، في حاجات كتيره جدا بتناسب كل الاعمار. الاي كي بي ده اكيوريت، يعني صادق بشكل قوي. الاي كي بي ده فري اكسس، ممكن تخش عليه باي شكل من الاشكال. والاي كي بي كمان بيحافظ على الكوبي رايت، بيقول لك الحاجه دي ملك لمين. طيب، عندنا حاجه بتسمى السيرش انجن. ايه هي السيرش انجن؟ اي ويب سايت فيها سيرش انجن. طب بيعمل ايه السيرش انجن ده؟ لو انا مثلا داخل على الويب سايت بتاعت الاي كي بي او اي حاجه وعايز ادور على حاجه، فبدور عليها مين؟ عن طريق الايه، عن طريق السيرش انجن اللي موجود في الويب سايت ده. طيب، عندي حاجه بتسمى الايكون. ايه هي الايكون؟ الايكون دي يا مستر اسلام هي عباره عن حاجه اما بتدوس عليها كليك بتديك لي سيكشن تاني. يعني مثلا اما عندك مثلا فيسبوك، لو عندك ايكون مكتوب عليها فيسبوك، لو دوست على الفيسبوك يحولك لحاجه تانية، وهكذا. فالايكون عندي هي حاجه بتحولني من مكان لمكان او بتحولني من سيكشن للتاني. كونتاكت اند اباوت فيلدز، طبعا كونتاكت دي انت بحضرتك بتتواصل مع الاخرين، والاباوت دي بتتكتب على فكره، كلمه كونتاكت والاباوت بتتكتب تحت خالص، في تحت خالص في الويب سايت، تواصل معاهم وتعرف هم بيتكلموا على ايه. اباوت لينك، ايه هي الاباوت لينك دي؟ اباوت لينك دي يا مستر اسلام بيعمل لك فيها التاج لاين. يعني حضرتك لو عايز تكتب مثلا، ودي احنا قلناها قبل كده بس انتوا ممكن نكونش فاكرين، لو احنا مثلا عايزين نعمل بيج بتتكلم عن حاجه معينه، بحط في التاج لاين بتاعها اسم الحاجه دي،
وقلنا الكلام ده ليه؟ قلنا عشان خاطر لما بيجي يبحث على الويب سايت او يبحث على جوجل يظهر له الموضوع عن طريق التاج لاين. فالتاج لاين دي هي عباره عن شورت فراز او حاجه لينكد لمين؟ لينكد للموضوع انت بتتكلم عليه. طيب لو عايز اعمل ويب سايت، افضل حاجات بعمل ويب سايت اللي هي مين؟ اللي هي الورد بريس. طب الورد بريس ده بيديني ايه؟ بيديني حاجتين، اما بيبقى بيديني تمبلت جاهز او بيديني بلانك تمبلت، يعني حاجه فاضيه او حاجه مليانه. ممكن اخش على الفري ديزاين تولز واعمل منه ويب سايت زي ما انا عايزه. يبقى من اهم الحاجات اللي السوفت وير اللي بستخدمها لعمل الويب سايتس هي بتسمى وورد بريس. تمام. ايه هي الهوم بيج؟ الهوم بيج دي من اهم الاسئله اللي بتجيلك، بيقول لك ان فيرست سكرين فيزيتور ويل سي وين فيزيتنج سايت اسمه ايه؟ اسمه الهوم بيج. وافتكر كده هوم بيج يعني ايه؟ جايه من البيت، هي اول صفحه بتخش عليها لما تخش على اي ويب سايت. عندنا كوميرشال اند نون كوميرشال انترنت سيرفيس. عندنا الكوميرشال دي المقصود بيها التجاري. التجاري يعني ايه؟ يعني فيها بيع وشراء، سيل وباي وسيرفيس وحاجات زي كده زي امازون. النون كوميرشال ده يا مستر اسلام دي بيعمل عمليه مين؟ بروفايد انفورميشن، بيديك انفورميشن ما بيكسبش من وراك فلوس. زي مين؟ زي الاي كي بي، ده نون كوميرشال. طب عندنا الكوميرشال من اهم الحاجات اللي بتميزها حاجتين، حاجه بتسمى الريفيو وادفيرتسمنتس او الاعلانات. الريفيو ايه هو الريفيو؟ الريفيو ده بيساعد مين؟ بيساعد البيزنس كومباني، بيساعد الشركات عشان يعملوا عمليه ديفلوب للبرودكت. ايه هي الريفيو؟ ان حضرتك بتروح تقول لهم يا جماعه انا رايي ايه في الموضوع بتاعكم ده. تمام. وفي نفس الوقت بيهلب الكاستمر. بيهلب الكاستمر ليه؟ عشان يعرفوا المنتج ده حلو ولا لا، كويس ولا لا، وهكذا. طيب عندنا حاجه بتسمى الفيك ريفيو. فيك ريفيو قلنا يعني اراء غير صحيحه، ودي غالبا بيستخدمها مين؟ بيستخدمها الناس اللي هم ريلاتيف بالموضوع بالبيزنس. ممكن ناس يكتبوا لك بوزيتيف ريفيو ونيجاتيف ريفيو. بوزيتيف ريفيو لو عايزين يشتروك الحاجه تبع الشركه، نيجاتيف ريفيو لو اعداء ليهم او شركه تانية مختلفه. طب انا اعرف الحاجه دي فيك ازاي؟ بتكون اكستريم رياكشن. تلاحظ ان الحاجه دي فيها اكستريم رياكشن، حاجه كده عاليه قوي، دي جميله قوي 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 او وحشه قوي 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 قوي، فتعرف ان دي فيها حاجه مش كويسه. ممكن كمان يكون فيها، لازم يكون الشخص ده عنده فيك نيك نيم، كاتب اسم مش صحيح، او فيك اكاونت، تعرف ان ده فيك ريفيو. تمام. طيب ادفيرتسمنتس بس انا الاعلانات معلش عارف ان انا فيك اكونت. بيكون اسمه مش اسمه غريب، يعني كاتب لك مثلا 3 4 5 6 محمود ابراهيم، بخش على محمود ابراهيم ما الاقيش ولا كومنت ولا اي حاجه كاتبها غير البتاعه دي بس، فده غالبا فيك اكونت. عندنا حاجه بتسمى ادفيرتسمنتس اعلانات. ايه ادفيرتسمنتس اعلانات؟ ادفيرتسمنتس اعلانات دهيت هي بتديك انفورميشن اباوت سايتس يو فيزيت تو بليس. تمام. يعني هي من الاخر بتديك حاجه عن الحاجه اللي انت عايز تشتريها، بتقول لك انت عايز تشتري ايه، دي متوفره عنها. وبتستخدم مين؟ بتستخدم انفورميشن اللي انت بتخش بيها على السايت زي الفيسبوك مثلا. طب الادفيرتسمنت دي يا مستر ممكن تستخدمها عشان اعرف الناس بالمنتجات بتاعتي، الحاجات اللي انا شاريها اعرفهم. وفي نفس الوقت لو انا عايز اعمل اعلانات ممكن استخدم ويب سايت زي الفيسبوك، بحدد الايدج، بحدد اللوكيشن، بحدد الانترنت، بشوف الناس دي ولد ولا بنت، واختار كل الكلام ده واعمله في الادفيرتسمنتس اعلانات. طيب انا عندي حاجه بتسمى مين؟ المايكروسوفت ايدج. المايكروسوفت ايدج ده يا مستر اسلام هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن براوزر، افتكر كويس، ويب براوزر. بس ويب براوزر نازل مع مين؟ نازل مع الويندوز. يبقى الويب براوزر نازل مع الويندوز اسمه مايكروسوفت ايدج. طب المايكروسوفت ايدج ده انا ممكن استخدمه في ايه؟ غالبا بيكلمك على كلمه كوليكشن. الكوليكشن فيتشر دي اللي هي حضرتك عايز تروح تجمع الحاجات اللي عندك، تجمعهم كلهم في صفحه واحده. تجمع ايه يا مستر؟ تجمع فيديو، تجمع تكست، تجمع تشارت، تجمع لينكس، تجمع نوتس، كل ده حضرتك بتحطه في صفحه واحده. عايز اعمل ريبورت او سيرش، اروح مستخدم ده واستخدم الفيتشر اللي هي الكوليكشن دي واجمعهم كلهم في صفحه واحده. بعد ما اجمعهم ممكن اروح رافعهم عمل اكسبورت واوديها على شكل اكسل او وورد. هي بس معلش الكوليكشن. طب يا جماعه عشان بس الصوره واضحه، اي حد عنده جيب ورقه وقلم ونوت، واي حد عنده سؤال او حاجه اكتبوا لي واسالوني بعد الحصه، عشان لسه في كلام كتير عايز اقوله. اللي عنده سؤال اكتبوا لي في ورقه وقلم، اسالوني بعد الحصه. طيب عشان اعمل عمليه ستارت كوليكشن بعمل ايه؟
بعمل كولكت وبعدين بخش على التول بار وابدا اختار ستارت نيو كوليكشن واختار التايتل وابدا اضيف الحاجات اللي انا عايز اضيفها. من ابرز الحاجات اللي بتجي تاني حاجه بتسمى مايكروسوفت اديتور. ايه هي مايكروسوفت اديتور ده؟ متعلق بايه؟ المايكروسوفت اديتور ده متعلق بحاجه مهمه جدا اللي هي السبيلنج والجرامر. لو عندك جرامر وعندك سبيلنج بستخدم مايكروسوفت مين؟ مايكروسوفت اديتور. هل متعلق بس بالسبيلنج؟ لا، ممكن يوفر لك لو عندك incorrect words، ممكن يوفر لك sentences جمل، ممكن يوفر لك اللي هي بيسموها الكابيتاليزيشن ايرور، يعني الاخطاء اللي هي متعلقه بالبنكتويشن. كل الكلام ده متوفر في مين؟ ممكن توفر في مايكروسوفت اديتور. مايكروسوفت اديتور بيوفر لك حاجه بتسمى سجيشن. يعني ايه؟ يعني تخش تلاقي الحاجه معمول لها اقتراح تحت، تختارها تشتغل معاك. طيب انا عندي عاوزين نعمل مين؟ عاوزين نعمل هاو تو تشوز اونلاين سورسز. انا عندي نوعين من السورسز، تراستد وان تراستد، ريابل وان ريابل. ريابل زي مين؟ زي الاي كي بي. ريابل زي الاكسندريا لايبراري. تمام؟ طيب من اكتر الحاجات اللي هي ما فيهاش او بيسمى فيها اخطاء، طبعا في حاجه مهمه بتسمى برضو الكرييتيف كومونز. تمام، الكرييتيف كومونز دي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها فري كوبي رايت، يعني حاجه ببلاش، حاجه ملهاش اي حقوق ملكيه، ملهاش حقوق ملكيه فبيسمى كرييتيف كومونز. طيب عندي الاونلاين مابس. ايه هي الاونلاين مابس؟ الاونلاين مابس دي يا مستر اسلام بتوفر لي اللوكيشن، وهي بتكون اكيوريت يعني صادقه، وبتعرفني مين الدايركشن بتاع الحاجه. عندي الاونلاين ميوزيوم. اونلاين ميوزيوم اكيد بيوفر لي مين؟ اكيد بيوفر لي ديجيتال ميوزيوم. عندي السيرش انجن. السيرش انجن دي مواقع البحث واشهرهم على الاطلاق جوجل وبينج، ودول بيوفروا لي لو عايز اعمل سيرش. حاجه مهمه جدا، لو جه قال لك جوجل كروم، جوجل كروم ده براوزر يا باشا، فرق ما بين جوجل وجوجل كروم. بالسيرش انجن جوجل بس او بينج، ودي مواقع سيرش انجن، مواقع محركات بحث، دور على الحاجه اللي انت عايزها. حاجه بتسمى ويب سايت ميتا انفورميشن. ايه يا عم يا مستر اسلام الميتا انفورميشن ديت؟ تمام، الميتا انفورميشن دي يا مستر هي عباره عن الانفورميشن اباوت سايت، وغالبا بتلاقيها بلولا لينك، تلاقي اللينك مكتوب فوق اهو بتاع السايت، وتحتيه اللينك ده بتاع ايه، والموقع ده بتاع ايه، والمعلومه دي بتتكلم عن ايه. عندنا حاجه بتسمى البوتوم. حضرتك لو عايز تحط لوجو او انفورميشن او كوبي رايت بتحطها في البوتوم بتاع مين؟ البوتوم بتاع الويب سايت. في البوتوم بتاع مين؟ البوتوم بتاع الويب سايت. عندي حاجه بتسمى السيركرونس والاسيركرونس. ايه يا مستر اسلام السيركرونس والاسيركرونس؟ السيركرونس بتتم ات ذا ريل تايم، بتتم اميديت، بتتم لما يكون عندي حاجه ارجنت، حاجه ضروريه، بتتم ما بين كلوزد فريندز، بتتم بشكل مباشر ودلوقتي. طب الاسيركرونس؟ الاسيركرونس دي بتتم يا مستر اسلام لما يكون عندي نوت ات ذا ريل تايم، مش في نفس الوقت، اما يكون الحاجه عندي نوت اميديت، اما يكون واحد عندي تيتشر، اما يكون عندي واحد نوت فريند مش صديق ليا، السيركرونس. اما يكون حاجه فيها كومبليتد ماتر، اما يكون حاجه عندي محتاجه بريبريشن اعداد، كل ده بستخدمه في مين؟ بستخدمه في الاسيركرونس اللي غير مباشر. طب السيركرونس دي مباشر، حاجه بتشوفها قدامك، زي مثلا بتكلم فيديو، بتكلم اوديو، بتكلم لايف، كل ده سيركرونس. طب السيركرونس زي الايميل، زي الفيديو اللي موجود على اليوتيوب، زي مثلا الريكوردد فيديوز. طيب نخش على الراجل الطيب ده. الراجل الطيب ده واخد بي اتش بي منين يا مستر؟ من كاليفورنيا. الراجل الطيب ده شغال بيعمل داتا عن ايه؟ عن ريابل انرجي ريليتد داتا، عن الطاقه المتجدده. طبعا لازم تبقى عارف في حاجتين، الطاقه المتجدده اللي هي ما بتخلص زي الفوسيل فيولز، سوري الطاقه اللي هي ان ريابل، او بيسموها الطاقه غير المتجدده زي الفوسيل فيولز، زي ايه مثلا؟ زي الناتشورال جاز، زي مثلا الاويل، كل الحاجات دي بتخلص. طب الريابل انرجي او الرينيابل انرجي هي الطاقه المستمره، زي طاقه السولار باور، الطاقه الشمسيه، تمام، او الويند، طاقه الرياح. طيب الراجل ده يا مستر اسلام بيشغال عشان يشغل حاجه بتسمى efficiency، او بيسمى اللي بيسموها كفاءه بتاعت الحاجه. يعني عايز يقلل استهلاك مين؟ عايز يقلل استهلاك الانرجي، او عايز يقلل الاستهلاك الخاصه ب Recording stopped. عايز يخصص حاجه متعلقه ب يقلل استهلاك الانرجي،
او اللوست انرجي. طيب احنا عندنا حاجه Recording in progress. بتسمى ايه يا مستر؟ عندنا حاجه بتسمى الثيرموستات. الثيرموستات ده يا عم المستر بنستخدمه مع ايه؟ الثيرموستات افتكر ان هو بنستخدمه في قياس التمبريتشر. او جالك قال لك انا بستخدم في الثلاجه او الكونديشنر بستخدم مين؟ بستخدم الثيرموستات، وده بيقيس ايه؟ التمبريتشر. طب انا لو شغال عندي في حاجه بتسمى ريسبيري بي اي، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن هاردوير بيعمل كنترول ومونيتور، بيشوف الحاجه وفي نفس الوقت بيعمل لها كنترول. طب ده بعمله من خلال مين؟ بعمله من خلال حاجتين، انه بربطها بحاجه بتسمى السنسور، تمام؟ والسنسور ده، طب السنسور ده بيعمل لي ايه يا مستر؟ السنسور ده بيعمل لي ميجر، او بيشوف الحاجه دي بتتعمل ازاي، وبعدين بيوديها ريسبيري بي اي، وبعد كده بنعمل سوفت وير يتحكم فيهم كلهم. طيب يبقى السيرموستات ده من اهم الاسئله اللي بيجي لنا، بيعمل ايه؟ بيقيس مين؟ بيقيس التمبريتشر. طب السنسور ده بيعمل عمليه ايه؟ بيعمل عمليه مونيتور للحاجه، وبعدين بيعمل كوميونيكيشن بمين؟ بالكمبيوتر اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الريسبيري بي اي. فيبقى عندي السيرموستات بيقيس تمبريتشر، اللي بيعمل لي مونيتور وعامل كوميونيكت او كوميونيكيشن بالكمبيوتر اسمه السنسور. طيب ايه تاني؟ احنا عندنا في مصر لو جه قال لك الداتا والانفورميشن مانجمنت سيستم بنستخدمه في الايه؟ في الاريجيشن سيستم. هاو ديفايس وورك، عندنا حاجتين، عندنا كمبيوتر وعندنا ايه؟ وعندنا اندرويد. اندرويد لو عايز ادور على اي حاجه، عايز اعمل عمليه داونلود للكمبيوتر، بخش على البرنامج اللي بدور عليه اونلاين، وبعد ما اعمل له اونلاين بعمل له عمليه داونلود، وبعد ما اعمل له عمليه داونلود بعمل له عمليه انستول. ده مين؟ ده مايكروسوفت او ويندوز بي سي. طب الاندرويد بخش على حاجه بتسمى الاب ستور، وما بنشرحش طبعا جوه الستور، وبعدين بنزلها وبعمل لها داونلود، وبعدين بخش انستول. لازم تتاكد انك داخل على الاوفيشال او ستورز، اللي هو المواقع اللي هي بيسموها يعني بتاعت الحاجه نفسها الرسميه، دي المفترض بعمل عليها اونلي داونلود. ليه؟ لان هي اونلي ريبل سورس، لو رحت حاجه بره ممكن تلاقيها مش كويسه وتبوظ لك الجهاز. عندي عمليه ابديت، دايما بعمل ابديت ليه؟ عشان احافظ على السكيورتي تبقى عاليه، وفي نفس الوقت اما بتعمل ابديت بشكل مستمر الحاجه عندك بتكون شكلها اسرع وافضل. طيب عندي برضو المايكروسوفت او الويندوز بي سي. ايه هو الويندوز بي سي يا مستر؟ الويندوز بي سي لو انا عايز اعمل عمليه داونلود او ابديت، بخش على الستارت بوتوم، وبعدين بخش ابديت سكيورتي ويندوز، وبعدين بخش على الابديت. طب انا لو عايز اخش على الاندرويد بخش على السيستم ابديت، وبعد ما اخش على السيستم ابديت بدوس على الايكون بتاعه الابديت. طب عندي ساعات الجهاز عندي بيهنج، بي سي بيهنج بيوقف، والاندرويد بيهنج. طب البي سي بيهنج، ابرز حاجه عندي اللي هي الت كنترول وديليت، وبعد ما اخش على الت كنترول وديليت بخش على حاجه بتسمى التاسك مانجر. طب الاندرويد ديفايس بخش على الباور بوينت، سوري الباور بتاع الجهاز، وادوس عليه كده 30 سكند، بيروح عامل عمليه ريستارت على طول. الدرس ده بتاع الباينه. طيب احنا عندنا الاجهزه بتاعت الكمبيوتر، ركز، جهاز الكمبيوتر متعرف بحاجتين، حاجه بتسمى الزيرو والوان. ايه الزيرو والوان؟ الزيرو دي الاون والوان دي الاوف. الوان الاون والزيرو هو الاوف. الوان اون والزيرو اوف. دي اي جهاز كمبيوتر بيشغل بيسمى الثنائي او الباينري سيستم، تمام؟ طب بالنسبه للبني ادمين البشر اللي احنا شغالين علينا بيسمى بالنظام العشاري او الهكسا. طيب لو انا عايز اعمل بروجكت عندي وعايز اعمل ايدياز وعايز اعمل ديسكاس وعايز اناقش الناس في الكلام ده، ممكن اعمل البتاعه دي عن طريق مين؟ ممكن اعملها عن طريق برزنتيشن او بوستر او ويب سايت او فيلم. دايما لما بشوف الحاجه بحدد ايه اسم المشروع اللي انا هعمله، واحدد الحاجات اللي انا محتاجها،
واعمل عمليه الساين رول. الساين رول اللي هي تقسيم الادوار. تقسيم الادوار ده مهم جدا جدا جدا، وهتلاقيه لسه هيجي دلوقتي. طب انا عندي كذا حاجه موجوده. اول حاجه اللي هي مايكروسوفت وورد. ايه المايكروسوفت وورد ده؟ المايكروسوفت وورد دوت غالبا بستخدمه، ساعات بستخدمه على الانترنت او بستخدمه على الانترنت. ممكن اوصل جروب كامل، اخش على مايكروسوفت وورد، ومن خلال الجروب الكامل ده ببدا اشتغل واعمل تقسيم لكل واحد، واعمل لكل واحد حاجه. فلو جالك قال لك ان المايكروسوفت وورد ممكن يتوصل بالانترنت كوليكشن لو عايز اشتغل كذا حاجه، عندي مايكروسوفت بينت. مايكروسوفت بينت ده متعلق بمين؟ متعلق بالايمجز. طب وده من خلاله بعمل عمليه ايه؟ بعمل اديت للايمجز. ممكن اعمل عمليه اضيف صوره عن طريق الانسيرت. طب الايميل ده من اشهر الحاجات اللي موجوده على الفورمال. فورمال يعني ناس كبيره، تيتشر، حد اكبر مني. بستخدم مين؟ بستخدم الايميل. طيب عندي حاجه اللي هي بيسمى الاكسل. الاكسل عندي البلس بتاعت الجمع، الاشاره دي بتاعت الماينس، دي بتاعت المالتيبليكيشن، بتاعت الديفيجن. ودي لو انا عايز اعمل كريتا فورمولا او عايز اعمل ايكويشن بدوس ايكوال. طب انا في حاجه بتسمى عندي الاوتو سم. ايه الاوتو سم ديت؟ الاوتو سم دي انه يعمل لك عمليه اديشن بشكل ايه؟ بشكل يعني تلقائي. بدوس على الهوم بيج، وبعد ما الهوم بيج بختار اوتو سم. طيب عندي الاجراف. طب الجراف يا مستر اسلام كده ركز معايا، لو عايز اعمل عمليه تايتل وليبل فبخش على التشارت اليمنت. لو عايز اختار الكلر بختار على الفورمات. لو عايز اغير التايب بدوس على تشينج تايب او تشينج فورمات تايب. لو عايز اشتغل على اللي اوت بختار تشيك لي اوت. هتلاحظ يا باشا ان كلهم شبه بعضهم ما عدا اول اتنين. طب التايتل والليبل دي تشارت اليمنت دي اللي هي ايه؟ تعتبر زي اجزاء يعني، او يعني الحاجات اللي موجوده فيها. فطبعا التايتل والليبل متعلقين بالاجزاء اللي موجوده في التشارت، من اهم الاجزاء اللي موجوده في التشارت في الجراف. طب الكلر دي يا مستر متعلقه بالايه؟ بالفورمات. فورمات شكل الحاجه عامله ازاي من خلال الكلر. طيب الديجيتال انفورميشن هاندنج سكيل. طيب لو انا عايز اعمل سيرش، اول خطوه في اي سيرش بعمل ايه؟ بعمل عمليه السيرش كويشن، السؤال اللي انا هساله ايه. طيب وبعد كده ببدا اعمل عمليه كوليكشن، اروح اجمع الحاجه اللي الناس عايزاها، اجمعها من كذا حاجه واحطها في تيبل. وبعد كده بعمل عمليه اللي بيسموها كلاسيفيكيشن، اني بستخدم الحاجه اللي عندي دي، ببدا اعمل عمليه جراف. وبعد الجراف ده هو بعمل عمليه اخر حاجه اللي هي بروسيسنج. يبقى اول حاجه بعمل عمليه السيرش، بدور على الحاجه اللي عندي، وبعدين بعملها في كوليكشن. كوليكشن دي ان انا بعمل تيبل او بيبر بجمع فيها الحاجات اللي انا جمعتها. وبعد كده بعمل عمليه كلاسيفيكيشن. والكلاسيفيكيشن دي يا مستر اسلام عشان اعمل عمليه ايه؟ اعمل عمليه ابدا ارسم الجراف. وبعد كده بعمل عمليه بروسيسنج. بعد ما عملت الجراف ورسمته بجيب الريزلت والشير. يبقى السيرش ان انا بسال السؤال بتاع السيرش، ودي بجيبها اونلاين او اوفلاين. كوليكشن بجمع عمليه كوليكشن في بيبر او بريزنت او باوربوينت او وورد. كلاسيفيكيشن دي بعمل عمليه كلاسيفيكاي للحاجه اللي عندي، وبعدين اعمل لها ريبريزنتيشن للداتا، ودي ريبريزنتيشن للداتا اللي انا برسمها على الجراف. اخر حاجه بروسيسنج ان انا بطلع الريزلت اللي عندي، بعمل عمليه شير. عندي حاجه بتسمى مايكروسوفت وورد اند مايكروسوفت باوربوينت. طيب من اهم الحاجات المهمه جدا اللي بيجي فيها سؤال عمليه البولد. البولد دي بعملها عشان ابين الحاجه اللي عندي. تمام؟ لازم اختار باك جراوند مناسبه للموضوع اللي عندي. لازم الحاجه اللي عندي ممكن اختار جرافس، ممكن اضيف شيبس زي ما انت عايز. بس لو جه قال لك ايمجز لازم تبقى هاي ريزوليوشن. ممكن اعمل عمليه اضافه للايه؟ اضافه للاوديو. طب بضيف اوديو ليه؟ عشان اتاكد ان الصوت عندي ممكن يبقى ايه؟ فيه شويه يعني ايه؟ يعني تبقى مناسب شويه للناس عشان ممكن يحبوا يسمعوا. بس الاوديو لازم يكون نوت لو لينجر.
عندنا حاجه بتسمى الفيديو ميكر. ايه الفيديو ميكر؟ الفيديو ميكر ده اللي من خلاله بعمل ايه؟ بعمل عمليه فيديوز من خلال مين؟ من خلال استخدام مين؟ باستخدام الايمجز. يقول لك الحاجه اللي عندي عايز اعمل فيديو باستخدام الايمج، بستخدم مين؟ بستخدم الموفي ميكر. عندي حاجه كمان بتسمى برودكتنج اند افكتيف برزنتيشن. عايز استخدم الافكتيف برزنتيشن. طبعا اول حاجه بعملها باي حاجه اللي انا بستخدم الستوري بورد. ايه هي الستوري بورد ده يا مستر؟ الستوري بورد ده هي عباره عن شارت بعمل فيه الخطوات اللي انا هعملها عشان اعمل اي برزنتيشن او اي بلين عندي. تمام؟ فالستوري بورد دي هي الحاجه اللي بتوريني السيكونس اللي هشتغل عليه، هشتغل ازاي. تمام؟ وبعد كده ببدا اعمل البرزنتيشن عندي. يبقى الستوري بورد دي يا مستر اسلام بتعمل لي بلين الايدياز بتاعتي، بتعرفني هشتغل ازاي، بتعمل لي عمليه اورجانيزيشن للحاجه اللي عندي. عندي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ال 10 20 30. سؤال يعني 80% جالك في الامتحان. 10 20 30. 10 مين؟ 10 سلايدز. 20 مين؟ 20 minutes. 30 ايه؟ 30 فونت. ما تزيدش عن 10 سلايدز. الوقت عندي ما يزيدش عن 20 minutes. الفونت عندي ما يقلش عن 30. طيب عندنا الويب ديزاين. الويب ديزاين من ابرز الحاجات اللي انا ممكن اعملها عن طريق مين؟ اعملها عن طريق مايكروسوفت وورد. من خلال ايه يا مستر؟ طبعا ممكن تدوس فيو، وبعد الفيوز بختار ويب او ويب لي اوت. كمان لو عايز اعمل لها بدوس سيف از، وسيف از مين؟ ويب بيج. عندي حاجه بتسمى HTML. سؤال مهم جدا. هايبر تكست مارك اب لانجوج. ودي يا مستر اسلام اللانجوج اللي بستخدمها في مين؟ عشان اعمل ديسبلاي اون ويب براوزر. فلو قال لك اللغه اللي بعمل بيها ديسبلاي اون ويب براوزر تسمى HTML. جاب لك الهايبر تكست ميك اب لانجوج وقال لك اسمها ايه، فتعرف انها اسمها ايه؟ اسمها ال HTML عندي. تمام. عندي ثلاث حاجات رئيسيه: هيدنج وسب هيدنج ومين تكست. هيدنج اللي هو الراس الكبيره، وده بيكون اكبر حاجه بتكتب في التايتل. سب هيدنج ده بيكون بريك اب ذا انفورميشن، بيقسم الحاجه وبتكون اقل من مين؟ اقل من الهيدنج. المين تكست اللي بيتكتب فيها الكلام اللي عندي، ودي بتكون اقل من السب هيدنج واقل من مين؟ واقل من الهيدنج. لازم وانا براعي اشتغل بفونت كويس، بسايز كويس، لا كبير ولا صغير. تمام؟ بس ده تقريبا معظم المنهج اللي موجود عندنا.